ازيك عامله ايه؟ عامل ايه؟ جيتي متأخرة دقيقتين بس يعني رمضان كريم. الله اكبر. ازيك عامله ايه؟ ليه تعبت نفسك كده؟ ابدا مش هبطل. ميرسي. اتفضلي هنا كده وانا هجي لحضرتك. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك كله ايه؟ تمام؟ يعني انا كنت ابتدي اكل بصراحه بس يعني قلت استناكي. طبعا هي ألفة بتعتذر لك عشان طلع عندها شيفت، بس ألفة عامله لك كل الاصناف اللي تسلم بتحبيها. ايه ربنا يخليكي يا الحلاوه رب. دي كلها. فيعني عامله محشي كرنب، عامله محشي ورق عنب، شيش طاووق، كفته، فراخ مشويه، بانيه، سمبوسك، وجلاش وملوخيه. رائع رائع رائع. عايزه حاجه ثانيه؟ تسلم. نفسك في حاجه ثانيه؟ لا 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 نجيب شوربه؟ لا لا نبتدي. طيب في رمضان دايما لما تروحي في اي عزومه ايه الصنف الحادق اللي بتبقي دايما عايزه؟ انا بعشق المحشي، محاشي. ورق عنب، كرنب، اي حاجه محشي. تمام. انا عارفه كمان ان السنه دي احنا صمنا وانتوا صمتوا في نفس صحيح يعني صحيين المصريين صاموا في نفس اليوم. صحيح الصيام صحيح الكبير صحيح. واحنا صمنا رمضان. صحيح. سبحان الله، يعني ربنا جاب اليومين في بعض في نفس يعني المناسبتين في نفس التوقيت. اليوم Yes. بالظبط، عشان يبان قد ايه احنا شعب واحد ونسيج واحد. صحيح. ودكتوره حنان بتجينا في رمضان واحنا بنروح لهم في كريسماس. يس. صح كده؟ فشرف وده مش لي. اول رمضان، يعني مش اول يوم نفطر مع بعض، في اكتيفيتيز كتير بنروحها مع الكوميونتي، مع كذا جروب، وحاجه جميله ان احنا نفطر مع اخواتنا. جميل. Yes. طيب شايفه ان رمضان مختلف عن مصر عن كندا ولا؟ هي مشكله في كندا ان احنا يعني مش الكوميونتي كلها. احنا في مصر انت بتمشي في الشارع، فوانيس في الشوارع، زينه في الشوارع، بتسمع صوت المدفع، بتسمع صوت المسحراتي. It's the whole country is in رمضان مود. ايوه رمضان مود بالظبط. انت الان على وضع رمضان. يس. جميل. طيب انا يعني نبتدي ناكل. انا مش عايز اخد بالي. احنا دايما بناخد بلح مع نكسر بيه صيامنا. صحيح. مع لبن او اتفضلي حضرتك. انا مش عايز طبعا اكلمك في السياسه واحنا بنفطر يعني. تمام. بس انا هحط ده هنا. لا انا معلش، انا اصل انا حاطط لك كل حاجه مسيب لك مكان تاكلي. تمام. اوكي. اتفضل. يا دايما الناس بيقولوا تسلمي بيكي. في ناس دايما بيقولوا مثلا ايه ليه سياسه؟ ليه ادخل السياسه؟ ليه اشتغل في السياسه؟ وخصوصا لو ست. ده صحيح. انا نازله مين للسياسه عشان ولادي، عشان ست، تعليم ولادي، مستقبل ولادي، يقدروا يشتروا بيوت، يقدروا يشتغلوا، يقدروا يبقى عندهم مستقبل في البلد دي. تمام. لازم سياسه. الاكل ده سياسه، مصاريف، كل حاجه غليت. فكست كامراه عامله وكدكتوره بالتعليم وكل حاجه لازم نتكلم في السياسه. لازم ناكل ورق عنب برضه. لازم ناكل ورق عنب. طيب احنا هنفطر ونخلص فطارنا باذن الله ونروح بقى نحلي ناكل القطايف واللطايف والكنافه وكده، في بسبوسه كمان. تمام. ونكمل حوارنا مع سياسيه المجتهده جدا، فخرنا وفخر المصريين هنا برضو. انا بحبها على المستوى الشخصي جدا يعني. استاذه حنان رضا. نشوفكم بعد الفاصل بعد ما ناكل بقى ونضرب ونحلي. ورمضان كريم. ورمضان كريم.
ورجعنا لكم تاني بعد الفطار. احنا كلنا كتير بصراحه، فاكل عجبك؟ يجنن والله. ايه اكتر صنف عجبك؟ ورق العنب بيجنن. هو مين اللي عمل الاكل ده؟ ألفت طبعا. طب ما انا عارفه دي فنانه. ألفت طبعا بتعتذر لك اللي عندها شيفت النهارده، انت عارفه هي فارماسيست، بس قالت لي انا هعمل كل الاصناف اللي حنان بتحبها، هي عارفه الاصناف اللي بتحبيها. يا رب يخليك. وربنا يخليك يا رب، وميرسي جدا جدا انك شرفتينا النهارده في الفطار، وكلفتي نفسك برضو ومش عارف ليه، يعني ده بيت اخواتك يعني. عمال ايديا. لا بجد يعني انا مهم بالنسبه لي جدا رمضان دوت ان انا اكون بشارك مع الناس ايذر في ايفنتس بره او في عزومات على البيت زي النهارده. وبلغ سلامي لألفت وقول لها تسلم ايديكي. ربنا يخليك يا رب. ايه بمناسبه رمضان، ايه سفره رمضان، ايه الاصناف المهمه عليها بالنسبه لك؟ يعني لو اتعزمتي في مكان فيه افطار، ودايما في الذاكره كده فوق سفره رمضان اللي يبقى لازم يبقى عليها. انا بتهيألي الحاجه الشرب الساقع اللي قبل الاكل. اللي هو الخشاف، لبن كركديه، اوقات خرشوف اسمه تمر هندي. دي اهم حاجه بالنسبه لي. بتبقى بتفتح النفس في الاول، دي رمضانيه بالظبط. وفي الاي واحد بقى لو صايم بتبرد عليه قبل ما يبتدي الاكل. طبعا يسخن بيها. لو دخلنا في التقايل بقى الاكل، يعني مثلا ايه الاصناف اللي تقولي ده رمضان لازم يبقى فيه؟ انا بغششك اهو. لسه واكلاه من شويه. اكيد فيها لحوم، بس انا بالنسبه لي ورق العنب والمحشي. ورق العنب والمحشي ده جميل. يعني دايما يقول لك في اول يوم في رمضان ده يبقى لازم يبقى فيه بطه على على الترابيزه ومحشي. وحاليا دلوقتي البطه حاليا دلوقتي وصلت 1000 جنيه، فيعني نجيب كتاكيت بقى. جميل. طيب حنان، انا حابب يعني تحكي لنا كده اكتر عن مشوارك في كندا. جيتي امتى؟ ابتديتي ازاي لغايه ما نوصل في الاخر للسياسيه حنان رزق؟ ميرسي. انا زي اي مهاجرين بنيجي كندا جايين الحلم الكندي. تمام. احنا انتقلنا مش من مصر دايركت، احنا كنا في الخليج. انا وجوزي والولاد. فزي اي عائله مسالمه عايشه في الخليج بتبقى عندها طموح ان هي توصل لمكان تكون هوم، لانه بنبقى عايزين نعيش بره. انا معظم حياتي عايشها بره مصر، فبما انه كنت في الكويت وبعدين مصر وبعدين دبي، next step is North America kind of. فجات الفرصة ان احنا نيجي كندا، فقررنا ان احنا نيجي كندا. النقلة ما بتبقاش سهلة، ودي حاجة من الحاجات اللي بحس انه دخولي في السياسة مهم، لانه مريت بتجربة المهاجر. وبحس انه احنا كمجتمع كندي في أغلبية مهاجرين كتير، لازم حد يكون في البرلمان أو في الحكومة يمثل الخبرة ديت ويقول لهم في البروسيس في المنطقة الفلانية محتاجة تعديل، محتاجة تحسين. ودي هنتكلم عليها قدام شوية لما نيجي ليه دخلت السياسة. أنا education بتاعي دكتورة طبيبة، وجوزي طبيب في الأصل، بس طبعا لما جينا هنا هو من ضمن العوائق والعقبات اللي بنقابلها اللي هو الترخيص بتاع الشهادات بتاعتك. فأنا حاليا بشتغل في المجال الطبي health care management، لأنه عندي master public health، واشتغلت في شركات ادويه من 15 سنه. فبشتغل يعني الحاجات اللي هي بتسند الهيلث كير سيستم كمانجمنت. وجوزي از ان اوستيوباث. طبعا الجيرني ما بين ما بتنزل كندا وما بين ما بتلاقي تشتغل ايه، دي اكسبيرينس يتكتب فيها كتاب قوي. ممكن تبقى طويله قوي وممكن تبقى قصيره حسب كل تجربه كل واحد. بالظبط. وبعدين على حسب مين جنبك، مين حواليك، مين قال لك تمشي زي، مين قال لك ما تعملش ايه. تمام. نزلت فين بالظبط، انه بروفنس الكلام ده كله. فبلاقي كتير على جروبات الفيسبوك او الواتساب ناس تبقى جايه جديده، انا لسه جاي ومعايا شهاده كذا، اعمل ايه؟ تعمل ايه بالظبط؟ بتصحي جوه الواحد كده مشاعر من الالم. تسترجعي ذكريات الايام ديت. ايوه، لما بتيجي تايه مش عارف تعمل ايه، عايز تلاقي نفسك وتبتدي تدور على كارير موازي. واهم حاجه بتدور على كوميونتي. طبعا انت بتيجي، انا ملياش اهل في كندا، فانت بتبتدي عايز تعمل كوميونتي. اهل طبعا. على حسب نازل في انهي سيتي. طبعا بنحن
لان احنا نلاقي ناس من نفس الكالتشر بتاعتنا، وهنا يجي بقى الاحتفال بالاعياد العربيه بتاعتنا زي رمضان. تمام. بتحيي جوانا تاني الهوم سيكنس والذكريات. طبعا. عشان كده انا النهارده بصراحه حاسه ان انا سافرت مصر ورجعت تاني. والله انت شرفتيني ونورتيني النهارده. يا رب يخليك. وبجد يعني احنا دايما حريصين في معزوم على الفطار ان احنا نجيب نماذج ناجحه ومصريين جدعان يعني، تمام، وناجحين في مجالهم، اذا كانوا سيدات فاضلات او اذا كانوا رجاله قدروا ان هم يقفوا على رجليهم وما يستسلموش للمشاكل اللي بتحصل هنا لاي مهاجر يعني. صحيح. هو كان في بلده مثلا او كان في الخليج بيعمل كان شغله جاي هنا ابتدى فروم سكراتش، فمش كتير اللي بيكمل وبيرجع. صحيح. فطبعا ده كريدت يتحسب لك يعني. وكمان انا بحس انه الوقت اللي انت بتيجي فيه في عمرك طبعا بيبقى فارق. لو جيت صغير غير لما تيجي في الثلاثينات، غير لما تيجي في الاربعينات، غير لما تيجي في الخمسينات. طبعا. كل ما بتيجي متاخر اكتر بتبقى التجربه اصعب طبعا. بس في الاخر بتستحمل وبتعدي، وكل واحد بيبقى عنده التجربه الخاصه بيه. انا لما حد بيقول لي اعمل دي ازاي، بقول له كل واحد بيديك نصايح بناء على ماني فاكتورز، ظروفه والظروف اللي كانت جايه فيها بالظبط. ف it is a journey. انا بحمد ربنا على المكان اللي انا فيه دلوقتي. تمام. لما ببص باك بقول انه ما كانش ينفع يتعمل احسن من كده. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي. ليه السياسه؟ يعني انت لو سالتيني قلت لي مثلا ايه تعالى ادخل سياسه، اقول لك سياسه ايه؟ مش كده برضه؟ وجع دماغ صح كده، وجع دماغ ووجع قلب. انا عايز اخلص شغلي واقعد اجيب طبق كنافه حلو زي ده كده. ايوه، واتفرج على التلفزيون وربع كيلو قشطه واتفرج على البرنامج بتاعك. يعني ايه اللي يخليني انزل؟ لان السياسه بابليك سيرفيس، صح؟ صحيح. انت بتتكلم في عمل عام. صحيح. وطبعا مش اي حد يستحمل عمل عام، صح؟ طبعا. فردك ايه على اللي بيقول يعني السياسه دول ما لهمش لازمه، السياسه دي مالهاش لازمه، ويعني هم بس داخلين عشان ينتفعوا من الموضوع ده؟ صحيح. انا هبتدي من حته ينتفع من المنصب وبعدين ارجع للسياسه. انا زي ما قلت لك انا طبيبه بإديوكيشن. انا بقول لناس كتير قوي لما بكون بخبط على الباب، لانه ناس كتير بتفتكر ان انت داخل السياسه عشان تعمل فلوس. اوكي. انا بقول لهم دي مش مصر، سوري يعني مش قصدي حاجه، مش مفيش فلوس، لانه مصر انت بتنتفع حقيقي من المركز اللي انت فيه بالعلاقات وبالحاجات اللي انت فيه. كندا ما فيهاش كده. كل حاجه المفروض انا ما بتكلمش على الكرنت جفرمنت. اوكي. المفروض اوكي جنرال سبيكينج ايديالي سبيكينج انه انت بتشتغل وظيفه. انا لو اشتغلت طبيبه بالشهاده بتاعتي انا هكسب 3 أضعاف تقريبا موظف الحكومه اللي بيشتغل في البرلمان. طبعا. فانا بقول لهم دي بالنسبه لي انا بخسر. يعني انا بقالي 3 سنين من بعد الانتخابات اللي فاتت وسنه ونص قبل الانتخابات اللي فاتت وانا شغاله في السياسه، يعني 4 سنين ونص. تمام. كان زماني خلصت المعادله وسافرت رحت مع الدب فوق 3-4 سنين ورجعت بالشهاده. وكان زماني بعمل اكتر من اللي انا بعمله. انا دلوقتي بصرف على الكامبينز اللي احنا بنعملها، مش بعمل فلوس. وحتى لما توصل تبقى عضو برلمان ده مش مصدر دخل. تمام. دي تو انسر. ليه الناس بتتكالب انها يعني؟ بص، هي الناس مش هتتكالب. احنا عندنا كم واحد عربي نزلوا البرلمان في الجاليه؟ 3 4 5. اوكي. احنا الكوميونتي كام؟ ده مش عدد يعني. احنا بنتكلم في كام مليون عربي في جي تي اي مثلا. رقم قبل فيها رقم. فده احنا ما عندناش كتير، بس هم باينين عشان الشغل يعني طالع صوتهم او بيعملوا اكتيفيتي او كذا. ارجع بقى للسؤال بتاع ليه السياسه. انا بقول للناس اللي بتقول لي انا ما باجي من الشغل تعبان ومش عايزه اتكلم في السياسه يعني وتقعد تقولوا لي صوت وما تصوتش، انا بقول له، واحنا اتكلمنا في الحته دي واحنا قاعدين على الاكل قبل كده،
السياسة هي اللي ليها دعوة بيك، مش انت اللي ليك دعوة بالسياسة. يعني انت أبيت أو رضيت أو لم عجبك تشأ او ما عجبكش، أشأت أو لم تشأ، انت غصب عنك السياسة في حياتك. انت بتاكل سياسة لما بتروح تشتري البضاعة اللي في السوق في السوبر ماركت وتلاقيها تمنها بقى ضعفين وثلاثة، ده سياسة. لانه السعر ده بيزيد بناء على قرارات احنا بنعملها في البرلمان او الناس بتعملها اللي في أيوة البرلمان. صح قوانين بتنزل بتأثر على الاسعار، بتأثر. ايوه بتروح تعبي بنزين، ده سياسة. اوكي، بيكوز انا اقدر بالكربون تاكس وبالاسعار البنزين ولو فتحنا خطوط البنزين والغاز اقدر احسن سعر البنزين. ولادك بيروحوا مدرسة، اكيد عجبك الكوريكولم او مش عجبك، يعني في ده سياسة. لانه السياسة هي اللي بترشح السكول تراستيز ومسؤولين المدارس بالترشيح عشان يحطوا الكوريكولم لابنك. السياسة في كل حتة. فالسياسة في كل حتة. تمام. انت بتروح شغلك بتدفع تاكس، اكيد دي سياسة. انا اقدر اغير التاكس وما اغيرش. فاللي بيقول لي ماليش في السياسة بقول له انت كده بتغلط غلطة كبيرة جدا. بتنزل عن حقك. انت بتنزل عن حقك. انت غصب عنك السياسة في كل خطوة بتتخطاها. بس المشكلة ان انت لما ما بتشاركش بتدي تفويض للي بيشارك عشان ياخد قرار بالنيابة عنك. تمام. قابلت كذا حد اليومين اللي فاتوا، كنت بعمل دور نوكينج وفي رمضان. موضوع الدور نوكينج شحاته بقى لا بهرج. يعني انا بتعرفون بنفسكم مثلا ايه؟ احنا بنقعد نلف على الابواب. اوكي. ناس انا ما اعرفهمش which is against our culture. عايزه اقول لك ان دي experience ثانيه غريبه جدا. اول ما ابتديت الموضوع حاجتين تتعلمهم في السياسه. You ask for donation which is not an Egyptian culture at all. يقول لك بجد شحت بالظبط. لا وانت بس انت بتلاقي الناس فاهمه الكالتشر، فانت ما بتبقاش عندك يعني هو مش مصري انت بتساله فهو بيبص لك بشحاته. لا هم الكالتشر موجوده الدونيشن. والعيال تلاقيهم في المدارس يعملوا لك ليمون بوث ويقعدوا قدام الجراج. اول ما تيجي تحس ايه يا اولاد احنا هنبيع ليمون وهو هنبيع ليمون. فدونيشنز اسك فور دونيشنز ودور نوكينج. دور نوكينج احنا بنخبط على بيوت كل الناس نعرفها او ما نعرفهاش، نعرفها بنفسينا، نتكلم عن السياسه. وبعدين الايم بتاعها في الاخر ان انت تسمع رايه، هو ايه مشاكل اللي شاغله رايه، وتجاوب على اي اسئله هو عايزها. فمثلا انا في الانتخابات اللي فاتت عامله دور نوكينج في شهر ونص 20,000 بيت. واو. انا خسيت 10 كيلو. خبطتي على 20,000 باب؟ واو. كم واحد فيهم قبلك بعدم ترحاب؟ I can memorize like 4 or 5 of them. Okay. They were so rude. لو انت جاي تعملي ايه؟ Yes. وانتي عربيه وازاي تنزلي مش عارفه ايه وتسلم الدور. Some of them were out of touch. وده طبيعي في كل حته في الدنيا. Yes. يعني بس in general الكالتشر الكنديه مرحبه بالموضوع. طبعا. دي نقطه تتحسب بصراحه البلد هنا. لا الناس مرحبين والناس متفاهمين. اكيد. يعني انا بحس انه ارجع للسؤال اللي انت سالتوني عشان احنا كده دخلنا في كذا موضوع. السياسه في كل حاجه انت بتعملها. في الانتخابات بتاعتي 60% من الناس اللي تقدر ترشح في الدايره نزلت. اوكي. وفي الانتخابات الميونيسيبال البلديه والبروفنشال اللي هي المقاطعات نزل 30% بس. عارف ده معناه ايه؟ ان في 30% من الناس اخذت قرار بالنيابه عن ال 100%. اوكي. المشكله الاصعب منها انه 30% دول انتخبوا شخص. اوكي. الشخص ده لو غلط انت غصب عنك حصل تفويض رسمي يوم الانتخابات. خلاص مفيش تغيير. ان الراجل ده كل يوم بيروح البرلمان يصوت على قرارات انت مش عاجباك وما تقدرش تعمل حاجه. لانك هدرت حقك في انك تختار. بالظبط. ف مش عارفه اقول لكم قد ايه مهم ما تتنازلش عن حقك في ان انت تشارك في العمليه الانتخابيه وتختار. لانه ده حق اولا عايزه اقول زي كانه فرض، ولما هتتنازل عنه جريمه.
حضرتك منضمه للحزب المحافظ. صحيح. تمام. طيب في دايما ثقافه يقول لك الحزب حتى من اسمه المحافظ اللي هو ايه ده، لا ما بيحبش المهاجرين، لا ما بيحبش العرب، ده هينزل قوانين ضدهم اذا كانوا مسلمين او مسيحيين. هل دي حقيقه؟ هو كلمه محافظ جايه من ان هم محافظين على الفلوس، مش محافظين ضد المهاجرين. اوكي. ده مس اندرستاند. في فلوس يعني. في فلوس. عايزه اقول لك انه احسن اوقات اقتصاديه عدت على البلد زي في وجود هاربر، او احنا ان شاء الله لما نيجي في الجفرمنت المره الجايه، هي اكتر اوقات البلد بتعمل فيها اقتصاد. انتوا جايين ان شاء الله. الاخبار اللي عندي خلاص كده يعني من كنترول. فالإشاعة اللي بتطلع علينا ان احنا ضد المهاجرين، وده مش حقيقي. انا شخصيا اكبر اكزامبل، انا مهاجرة بالزبط. ومسموح ليا بالوجود، وان انا انزل واشارك واقول رايي. واور ليدر بيير بولييف لما بقابله في اي ايفنت بقول له الكوميونتي عندي بتقول كذا وبيسمع. انا اقدر اقول على الجمله دي هي اكذوبه طلعوها الليبرالز اوكي في وقت الانتخابات الاولانيه اللي كسبوا فيها علشان خاطر تو جامب ان. المشكله ان هي لزقت في مخ الناس وابتدوا يصوتوا على الاساس ده. طيب بتعملوا ايه بقى عشان تغيروا الصوره دي؟ انا اكزامبل منهم. في ناس كتير مرشحين نازلين مهاجرين. انت لو بصيت على الكانديديتس النازلين مش كلهم بيض. لو افترضنا ان في حاجه اسمها بيض او كنديان لايك سكند ثيرد فورث جنريشن، في ناس كتير فيرست جنريشن مهاجرين زيي. في قرارات كتير قوي زي مثلا بيير بولييف عايز انه السكيلد وركرز اللي زينا صيادله مهندسين دكاتره، عايز يحسن البروسيس ان هم ياخدوا اللايسنس بتاعتهم باسرع وقت ممكن عشان يرجعوا يشتغلوا في شغلهم. بالظبط. احنا بنطالب مثلا بتنظيم. بسمع كل يوم حد بيبعت لي والناس هتريليت للموضوع ده، الفايل بتاعي بتاع الهجره متاخر بقاله 2 سنين، انا عملت التست والامتحان وما جاليش الاوث، جالي الاوث وما مش عارفه ما بعتوليش الفايل، حاجات كده اهو. الدنيا ما كانتش كده لما كانوا كونزرفاتيف ان جفرمنت. اوكي. فانا لو عايزه اعرقل المهاجرين this is an example. انا ما اقدرش افضل اقول لك انا مع المهاجرين وبعدين الفايلات قاعده وما بترخصش يعني، او ما بتمشيش في الاجراءات بتاعتها. فاحنا ككونزرفاتيف we are not against immigrants, we are supporting immigration. بس الفكره كلها احنا محافظين من الناحيه الاقتصاديه. حكومه فورد تعتبر من الحكومات اللي جود في السبندنج. احنا ان شاء الله لما نيجي هاربر، انا الاكزامبل بدي للناس كلها، انا في 2007 في الجلوبال فاينانشال كرايسيس لو انتوا فاكرين انا كنت في دبي. اوكي. كانت فيري هارد تايم. طبعا يعني الناس سابت عربياتها في المطار، فاكره ده على يدي، وسافروا وسابوا كل حاجه. انا كنا نصحى كل يوم الدور مين اللي عليه الدور عشان يتفلش ويمشي. كندا ما كانش فيه فاينانشال ايشو. كندا كانت ستيبل وكل حاجه ايكونوميكلي اوكي which was Harper time. فانا اقدر اقول للناس تعريف كلمه محافظين هي محافظين في الاخلاق، لانه احنا بنسبورت الاسره والعائله والكلام ده كله. يعني من ضمن القضايا الكبيره جدا اللي بسمعها طول الوقت على التليفونات وعلى الباب موضوع البارنتشال رايتس، الاولاد ان هم يبتدوا ياخدوا قرارات. ايوه طبعا الموضوع كان مهم جدا وشغلنا كاباء وامهات. او تغيير القرارات ما فيهاش رجعه. عايز ينهي حياته مثلا، تمام، ميديكال اسيستد ان ديث، عايزين ينزلوه الليبرالز سن 12 وي سيد نو. احنا مع حمايه حياه الانسان ومع حمايه الاسره، فاحنا كونزرفاتيف من الناحيه التقليديه، ليس من ناحيه اللون. تمام. بصي الكلام معاكي ما بيخلصش، ويمكن بعد رمضان نستضيف سعادتك تاني ونتكلم في برنامج ويعني ونفهم سياسه اكتر. لان الفكره في ظل الزحمه بتاعت الهجره وان الناس تجري على شغل وعيالها وكده، بيبقى صعب قوي ان انت تتكلمهم في موضوع، والسياسه موضوع كمان يعني سوليد شويه وفي اختلافات، يعني ممكن تختلف عليه كتير. بالظبط. طيب شايفه يعني انت حلمك عايزه توصلي لغايه فين يا حنان؟ انا رئيس وزراء مثلا؟ انا طبعا هبقى اول ست عربيه رئيسه وزراء في كندا. ما شاء الله ما شاء الله. لا يعني انا حلمي ان انا اقدر اخدم الناس. ده الهدف الاول والاوحد، ان انا اوصل للبرلمان. اكون ست عربيه تمثل الجاليه العربيه والكنديه.
انا مش نازله بس عشان عرب، بس this is how تمام I can relate الكوميونتي كله. تمام. وفي البرلمان، واكون بخدم من ضمن الوزارات اللي انا بتامل ان انا اكون بخدم فيها الهجره والصحه. جميل طبعا، يعني الهجره والصحه. صحيح. اكيد اكيد. طيب احنا هناكل كنافه ولا هناكل بسبوسه؟ انا هاخد بسبوسه. طيب بسبوسه. بس احنا هنلحق ناكل بعد الاكل لكن من غير قشطه. لا يعني هو رمضان ما فيش دايت، احنا بنتكلم بقى نص ساعه. ما فيش دايت. لا ما فيش دايت. لا دايت نو، دايت نو. شرفتيني ونورتيني النهارده يا رب يخليك. ورايك ايه في البرنامج؟ رائع رائع. انا بشجع الناس تتفرج عليه حتى في رمضان لانه خفيف وقصير وبيدي فليفر لرمضان مصريه في كندا. فانا متشرفه ان انا اكون معاك النهارده. يا رب. انا اتشرفت بوجودي معاك النهارده ونورتيني، ومش هيبقى اخر لقاء. وعديني بده. لا اكيد. احنا كندا بالعربي. صح كده. واول ما نسيب الناس دلوقتي هنروح جايبين الاطباق واكلين بسبوسه خلاص ومبهدلين الدنيا. تمام. ميرسي جدا يا شكرا جدا ليكي ونورتيني النهارده. انا اتشرفت بيك. ربنا يخليك يا رب. كنا مع السياسيه حنان رزق الله وحاجات كتيره برضه. انا يعني انا بحب قوي كلمه سياسيه. تمام. وان شاء الله نقابلكم تاني في حلقه جديده من معزوم على الفطار مع منتصر، والحلقات الجايه جامده جدا، فخليكم معانا.